اشترك وتابع قناة سلطان زمان الآن. الآية بتقول: قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك ربي شقيا. عمرك وقفت عند الآية دي؟ ربنا كان ممكن يقول وظهر الشيب في الرأس، لكن قال كلمة غريبة جدا: واشتعل الرأس شيبة. هو الشيب بيشتعل؟ تعال نشوف جمال التعبير القرآني. سيدنا زكريا عليه السلام لما كبر في السن ما قالش أنا كبرت وخلاص، بل قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة. تخيل النار لما تبدأ تنتشر نقطة صغيرة وبعدين تلاقي اللهب بدأ ينتشر في المكان كله. القرآن بيصور انتشار الشيب في الرأس كأنه نار انتشرت في الشعر، لكن هنا في حاجة أجمل. سيدنا زكريا عليه السلام كان بيحكي عن ضعفه، وفي نفس الوقت كان بيطلب من ربنا المستحيل في نظر الناس: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. يعني جسم ضعف وشعر شاب وسن كبر، لكن أمل في ربنا ما شابش. ودي يمكن تكون الرسالة اللي الآية بتقولها لك النهاردة. ممكن جسمك يتعب، ممكن سنك يكبر، ممكن ناس تقولك خلاص فات الوقت، لكن مع ربنا ما تستعجلش وتقول فات الأوان. سيدنا زكريا عليه السلام كان كبير في السن وزوجته كانت عاقر، ومع ذلك دعا فجاءه الرد: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. شايف؟ الرأس اشتعل شيبا لكن باب الأمل ما اتقفلش. فلو حاجة نفسك فيها النهاردة أو دعوة بقالك فترة بتدعيها أو حاجة شايف إن أسبابها انتهت، ما تقولش مستحيل، قول يا رب، لأنك لما تنظر للأسباب ممكن تشوف النهاية، لكن لما تنظر لقدرة ربنا تعرف إن مفيش حاجة صعبة عليه. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. صلى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولو الكلام ده لمس قلبك شارك الفيديو مع حد بتحبه، يمكن يكون محتاج يسمع النهاردة. لسه ينفع تدعي ولسه الأمل في ربنا عمره ما يشيب.